بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول مدمس. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتخش تدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. بصي يا ستي، انا بجيب نص كيلو الفول بدمسه بيقعد مع عندي اسبوع. بصي انا جبت الفول غسلته كويس جدا، وبعد كده حطيت عليه كوبايتين ميه سخنه وقعدت لمده 10 دقايق، وبعد كده غسلته تاني. وبعد كده بقى ضفت عليه العدس. ما عنديش عدس المره دي، بس بقى بضيف عدس ورز وفول مدشوش من كل حاجه يجي 3 معالق كده، وبقى كده بقلب عليها بقلبه يعني. وبعد كده بحط كوبايتين ميه سخنه وبحطها على النار تغلي غلوه بس الاول، وبعد كده نوطي عليه. انا حطيت دلوقتي كوبايتين ميه مغليه، هيغلي غلوه، وبعد كده هطفئ يعني هوطي عليه خالص، وبعد كده نيجي مع بعض. دلوقتي كمان زودت ميه كمان ماشي. وباقي بصي انا معليه عليه برده النار، بس هيغلي غلوتين بس. انا بقولك هو كده يعني خد السوى اللي هو الاولاني ده، لانك تبوشتيه في ميه سخنه ماشي. بعد كده هسيبه بقى يغلي، وبعد كده نوطي عليه. هنيجي بقى نشوف بعضها هيبقى عامل ازاي بعد كده. كده بيغلي. بس انت عندك طبعا ادريم اهو، لازم تعينيه كده عشان ده بيعمل لو حد عنده قولون بيخليه يقوم عليه ماشي. لازم تعينيه. المنظر ده كده طبعا كله ما شاء الله شاطر، كله بيعرف يعمل كل حاجه. بس انا بقول للبنات المبتدئين لو عايزين يعملوا اي حاجه في البيت، بدل ما نشتري اي حاجه يعني الفول والحاجات دي بطريقه سهله مش صعبه يا جماعه ماشي. فول الطعميه ماشي، اي حاجه المخللات، كل حاجه بايدك تعملها في البيت. نسيبه بقى يغلي وبعد كده نوطي عليه خالص. بصوا كده الميه عايزه نشفت شويه هنقلب بقى الفول نجيب من تحت لفوق. طبعا احنا مش هنسيب الفول ونقعد كده، لا، كل شويه تقلبي فيه ماشي. انا جبت اللي تحت لفوق، نجيب بقى ميه ونزوده ماشي بالمنظر ده كده. نقلبه برده كده تاني عشان الرز ولو حط عدس او حاجه من كده ما يلزقش من تحت. قلبي كده، تجيبي من تحت لفوق، ما نسيبهوش ونقعد، لا ماشي. نسيبه بقى هنوطي عليه خالص ونسيبه يستوي. بص كده يا جماعه، خلاص كده ما شاء الله الفول اهو، شايفين عمل ازاي ما شاء الله اهو. انا قلت لك سيبيه كده بقى براحته على البوتاجاز يستوي براحته خالص ماشي. ودي الميه بتاعته ما شاء الله، شوفوا عامله ازاي، الله اكبر. كده بقى كده استوى، وبألف هنا وشفا.